السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين. جاي لكم النهارده بفيديو يعني خفيف كده بس النهارده عيد ميلاد جانا بنتي. عايزاكم تقولوا لها كل سنه وانتي طيبه. بس قبل اي حاجه يا ريت نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انتوا النهارده وحشتوني. وانا قلت استغل الفرصه كده واعمل معاكم حاجه خفيفه، اصور لكم المناسبه دي وقولوا لجانا كل سنه وانتي طيبه، وربنا يخليكي لماما يا رب انتي واخواتي، وربنا يخلي لكم عيالكم كده، ويا رب نشوفهم في يعني احسن الناس يا جماعه. وايه رايكم بقى في البيتزا دي؟ سالت جانا قلت لها ايه، اعمل لك ايه؟ قالت لي ماما اعملي لي بيتزا بالجبن، فروحت عملت بيتزا بالجبن. سهله وبسيطه وجميله زي ما انتم شايفين كده. والله يا بنات كان طعمها ما شاء الله تحفه قوي. وعجينتها سهله، لو اللي عايز يعرف يعني انا مش عاملاها بيض ولا زبادي ولا لبن ولا اي حاجه. هي عباره عن كيلو دقيق، هتحطي له معلقتين سكر ونص معلقة ملح، ده كبيرة يعني. وهتحطي مية دافية على حسب ما العجينة هتلم معاكي، وهتحطي في الاخر هتلميها بمعلقتين زيت. بس اهم حاجة ايه، تنزلي بالمية الدافية او وتحطي كيس خميرة عشان العجينة دي طبعا هتخمر زي العيش كده. بس يا بنات كده، وهتلمي بالزيت وهتسيبيها شوية تخمر معاكي. وبعد كده هتروحي عاملة الصلصة بتاعت البيتزا، هتحطي معلقة زيت وتحطي فيها فصين توم هتشوحيهم، وتروحي نازله عليها بالصلصه، وتحطي ملح وفلفل وكمون، ولو عندك زعتر حطي معلقه زعتر، بيديها طعم جميل قوي. جربيها كده بطريقه مجانا هتعجبك. وحاطه لها ميكس جبن، يعني اي نوع جبن عندك حطيه. وحطي وزيتون، يعني حتى في زيتون كده بيتباع يعني عادي ب10 جنيه، ممكن تجيبي زيتون عادي وتمشي الليله. وزي ما انتم شايفين يا بنات والله طالعه خطيره ما شاء الله يعني. وبس كده، وحطيت لها الفلفل وطماطم، وكان في حته لانشون كده حطيتها عليه. وحطيت لها من فوق جبنه موتزاريلا، وبتخش طبعا وبتدخلها الفرن ربع ساعه، هي بتبقى ربع ساعه فرن سخن، وانتي طبعا بتتابعيها لغايه لما تطلع معاكي. والله يا بنات طالعه ما شاء الله تحفه جدا. بألف هنا لينا وليك وللي شاف. واتمنى لو انت لسه بتشوفي القناه ان انت تدعميني باللايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس على الكل، عشان يا جماعه تشجعوني كده ارجع اشتغل معاكم تاني، وتقولوا لجانا كل سنه وانت طيبه وربنا يخليكي لماما. وقولوا لي ايه رايكم، البيتزا حلوه ولا ايه؟ بس هي والله طعمها حلو جدا.